اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم اصحابي واخواتي؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة بإذن الله. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا مختلف شوية، وهو بقى مش انا اللي عملته، انا خليت سلفتي بقى اللي عملت لنا المبسوسة الجميلة دي. وهي أكلة مشهورة جدا عندهم في بلد والدها، وهي بقى الصعيد الجواني. اسمها المبسوسة الصعيدي. هي مرة بقى عملتها لنا وعجبتنا جدا، وشعلقت بقى ابني فيها. كان عجباه جدا. وبقى كل ما بتيجي تزورنا بيفضل بقى يتحايل عليها ويقول لها اعملي لنا بقى يا طنط المبسوسة الجميلة بتاعتك، علشان ماما ما بتعرفش تعملها حلوة زيك. يعني الواد كسفني بقى وفضحني قدام مرات عمه. فهي بقى ما حبتش تكسفه، وقامت بقى راحت مطلعة المكونات دي، الحمد لله موجودة في البيت ومتوفرة في كل البيوت. وبدأت بقى تعمل، فيعني أنا على قد ما قدرت أسيطر في التصوير صورت بقى. بصوا بقى، هي حطت كوبايتين دقيق وكوباية سكر. بس يعني احتاجت كوباية كمان علشان الخليط كان كتير. كمان خلتني جبت لها 3 بيضات، معاهم كمان 3 اكياس فانيليا. بصوا انا بحاول اصور وهي هتشتغل على طول اهو، مش مستنية يعني. انا بس عاوزة اوريكم هي عملت حاجة غريبة يا جماعة. هي اخدت البرتقان ده قبل ما تقشره، راحت بشرة القشر بتاعه بالمبشرة. معرفش بقى، هنشوف هي هتعمل ايه في الاختراع بتاعها ده. بس كده اخدت الدقيق اهو وفضت عليه ورقة بيكنج باودر طبعا عشان تتنفخ معاها. وكمان اهو احتاجت كوباية كمان. يعني هما كانوا كوبايتين دقيق بقوا 3، خلاص خلي بالكوا 3 كوبايات دقيق وكوباية سكر من نفس الكوباية اللي بتعاير بيها الدقيق بتاعنا. هتقلبهم بقى كويس علشان كيس البيكنج باودر يدخل كده في كمية الدقيق كلها. وراحت قدحت الزبدة البلدي على النار، شايفين الفوران؟ هي سخنتها جامد جدا على النار. برضو مع دي برضو من أهم حاجة في طريقة عمل المبسوسة، إنك بتقدحي السمنة. غير الكيكة العادية خالص، الكيكة العادية بنحط لها السمنة باردة، لكن دي زبدة بلدي قدحتها جامد على النار. يعني اللي ما عندوش الزبدة مش مشكلة خالص، برضو يقدح سمنة من اللي بيستعملها. بس كده نزلت عليه على الدقيق بقى، وفضلت تقلب كده شوية كتار. وخلتني بقى فصلت الفيديو، علشان هي بتفضل بقى إيه تبس فيها كده بايديها، علشان كده سموها مبسوسة. فضلت بقى تحط الدقيق كده على ايديها وتبس فيه جامد جدا علشان كله يتشبع من الزبدة اللي هي المقدوحة على النار اهو. بتحاول بقى ايه تخلي كل الدقيق يشرب الزبدة المقدوحة زي ما انتوا شايفين كده. نشوف بقى هتعمل لنا ايه كمان. انا عمالة اقول لها يا ستي خلصي، تقول لا يعني حرام، يعني لازم انزل كل حاجة. هتبدأ بقى تقشر البرتقان. حطت شوية الدقيق اللي كانوا متبقيين في الكوباية اهو، عشان لقيت الزبدة برضو يا جماعة برضو ملي كوباية من نفس المعيار اللي اخدت منه الدقيق والسكر. طيب هنشوف بقى هي هتركن كده الدقيق على جنب، وهتروح بقى تقشر البرتقان وتضربه في الخلاط. هتحط بقى الحاجات السايلة كلها فوق بعض اهو. هي عايزة تاخد برتقانة ونص، بس لقت الاتنين كتير، فهي هتاخد 1.5. فرصة بقى واحنا في موسم البرتقان جميل جدا وطعمه يهبل، نستغل بقى كل الوصفات اللي بندخل فيها البرتقان ونعملها.
اهو هتقشرها كمان. بس كده هي بتقشر البرتقان وهتحطه في الخلاط. انا قلت لها نعمل ده كله قبل التصوير، قالت لا انا معرفش، انا هشتغل على طول وانت بقى براحتك صوري براحتك. فانا طلبت منها تتكلم طيب وتقول، قالت لا طبعا انا معرفش اعمل كده، انا هعمل صينية المبسوسة لابنك علشان هو طلبها مني، وانت بقى براحتك بقى تتكلمي، تشوفي انت بقى شغلك هتعملي فيه ايه بعد كده. إيه بس كده. فاهو هي بتقشر البرتقانة التانية. هي بشرتها يا جماعة قبل ما تقشرها، يعني انا ما صورتش بصراحة، انا كنت بجهز لها الطلبات، فلقيتها بتبشر القشر من بره، بتاخد الطبقة بعد ما مسحت البرتقانة كويس، راحت واخدة المبشرة العادية اللي احنا بنبشر بيها البصل والجزر، وراحت واخداها بشرت بيها كل الطبقة الصفراء اللي في البرتقانة من بره. او هتضرب بقى البرتقانتين وفضت عليهم الكوباية اللي كانت مليانة سكر. يعني انا بحاول اصور لكم حاجة لحد ما تخلص هي بتعمل ايه، بتحط الفيشة علشان تضرب العصير اهو. يبقى هنا حاطة برتقان وحاطة سكر، لسه بقى هتحط فوقيهم البيض والفانيليا. حطت ايه كمان اهو، ده بشر البرتقان اللي بشرته، هتضربه معاهم برضو. بصوا ما اقولكوش والله يا جماعة، بشر البرتقان ده كان مخلي طعم المبسوسة جميل جدا، يعني كان طعمها تحفة والله، كان طعمها جميل جدا. الناس اللي لسه عارفة المعلومة دي اكيد طبعا في ناس كتير عارفاها، بس اللي لسه شايف التكاية دي يجربها والله جميلة جدا. فانا سألتها وبقول لها طب الكيكة العادية ينفع نعمل فيها كده؟ قالت اه، برضو الكيكة العادية نبشر برضو طبقة القشرة الصفراء ونحطها فيها، بتبقى مخلية ريحة الكيكة جميلة جدا. هعمل لكم ان شاء الله بقى، انا جت في بالي كده فكرة جميلة، ناخد بقى بشر البرتقان ده ونحفظه عندنا، حتى لو ما فيش موسم برتقان نستعملها بقى في الكيكات والحلويات اللي جاية جميلة جدا، وبتبقى اجمل من الفانيليا كمان، اقوى يعني طعمها وريحتها هتبقى اقوى من الفانيليا. لو احنا بندخل بيض في الحلويات بتاعتنا مش هيدي ريحة خالص للبيض. ان شاء الله هحاول انزل لكم الفيديو الجاي ازاي نعمل البرتقان البودرة بقى، علشان يعيش معانا سنة كاملة او اكتر، يفضل معانا على طول. البودرة دي ندخلها في كل اكلاتنا. خلاص كده هي ضربت البيض والبرتقان والسكر والفانيليا، وحطت عليهم كمان بشر القشر البرتقال، هتنزل بقى عليهم اهو. نزلت بقى على الدقيق اللي بسيته من شوية في السمنة، وهتبدأ بقى تقلب كويس جدا. هي ما كبتش الكمية كلها، هي كل ما بتروح بتنزل بس كده ايه شوية، علشان الخليط يبقى القوام اللي هي عاوزاه. لان يعني هي بتقول ان المبسوسة لازم ما تبقاش خفيفة زي الكيكة العادية، لا، المبسوسة بتبقى أجمد شوية، بيبقى الخليط بتاعها متماسك عن خليط الكيكة العادية اللي بتبقى يعني كده، بتبقى أخف من كده. هتشوفوا بقى شكلها وهي بتحطها في الصينية اهو، بتحاول بقى كل شوية تنزل شوية، ما بتكبش الكمية كاملة. يلا اللي لسه بيتفرج معانا بقى شجعوها، حطوا لها لايكات كتير على الفيديو ده، علشان بقى تعرف ان الناس حبت الوصفة دي وهتجربها. وانا كمان ان شاء الله لما تيجي عندنا المرة الجاية هشغل الفيديو بتاعها ده وهوريها ايه اللايكات اللي الناس حطتها لها. واتمنى كمان تكتبوا لها تعليقات برأيكم بصراحة،
ولو لقيت الفيديو ده ارتفع وكل الناس عجبتها وصفة سلفتي دي، ان شاء الله هطلب منها تعمل لكم وصفات كتيرة. بصراحة انا باكل من ايديها اكلات جميلة جدا واسماء غريبة مش متداولة خالص، بس فعلا والله النتيجة بتبقى جميلة. يعني ما شاء الله بصراحة الامانة هي نفسها في الاكل تحفة بجد. بصوا بقى هي بتحاول تربها جامد كده علشان تبقى كلها شربت خلاص العصير بقى والحاجات اللي هي السايلة اللي ضربناها في الخلاط. بس كده جابت الصينية وحطت فيها شوية زيت حلوين كده علشان ما تلزقش طبعا اهو. هتحاول بقى توزع الزيت ده كويس في كل مكان وتنزل عليهم بقى بالخليط. وهي قبل ما تبدأ صينية الكيكة خلتني شغلت الفرن على درجة حرارة 200 درجة. سابته بقى قالت لي لا قبل ما نبدأ شغلي الفرن علشان يسخن كويس علشان ترتفع مرة واحدة وتتنفخ. يعني لازم يعني الفرن يبقى سخن يا جماعة قبل ما نحط فيها الصينية بتاعتنا. بصوا بقى متماسكه ازاي، بقول لكم انا فضلت اقول لها طب دي متماسكه يعني احط باقي الخليط علشان يبقى خفيف شويه. قالت لا، هي دي بقى السر بتاع اكله المبسوسه دي، انها تبقى كبسه كده شويه عشان ما تبقاش هشه زي الكيكه العاديه. فانا ما اعترضتش بقى، يعني انا مش هخترع حاجه ما اعرفهاش فما اتكلمش فيها. يعني كتر خيرها بقى ان هي واقفه تعمل لنا الوصفة الجميلة دي اللي عجبتنا كلنا. بس كده هي بتحاول توزعها كويس في الصينية اهو. انا عمالة اقول لها يا ست كفاية، تقول لي ابدا يعني لازم نلم كله حرام. إيه اهو كانت عمالة بقى تمسح في الطبق وتحط في الصينية. بصوا بقى بتحاول تسويها بايديها كويس، بتوزعها كويس بقى علشان تبقى شكلها متساوي كله. بس كده قالت لي يلا حطيها بقى في الفرن وسيبيها بقى تستوي براحتها على نار هادية. هاخدها بقى واحطها لكم في الصينية في الفرن اسفة. وبكده تبقى الكيكة خلصت خلاص معانا اهو. شايفين بقى شكلها تحفة ازاي، ما شاء الله تسلم ايديها بجد. يا جماعة عايزة اقول لكم ان هي فظيعة في طريقة عمل الكيكة المبسوسة الصعيدي زي ما هي قالت لنا اسمها. تحفة والله العظيم. وريحتها مش عارفة اقول لكم ايه على ريحتها. تعالوا بقى نختبرها ونشوفها استوت من تحت ولا لسه، ونطلع مع بعض حاجب كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الجمال، الله تسلم ايدها بجد. من حقه ابني كل ما يشوفها جت عندنا يفضل بقى يتحايل عليها ويقول لها يا طنط يا طنط اعملي لي المبسوسه، انا بحبها قوي يا طنط من ايديكي. فعشان كده بقى هي دايما ما بتحبش تزعله وبتعملها له على طول كل ما بتيجي عندنا. شايفين بقى شكلها تحفة ازاي، طالع الحاجب اهو. بصوا بقى ارتفاعه كبير جدا ما شاء الله عليه، جميل تسلم ايديها بجد. دي بقى جميلة جدا لما بتتاكل بقى مع الشاي الصبح كده نفطر بيها. وكمان بقى حلوة في السهرة برضو جميلة جدا. بجد شكرا تسلم ايديكي. ما شاء الله عليكي. انا علشان كده اصريت ان انا اصور لكم الوصفة دي. جميلة يا جماعة وسهلة جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى شجعوها وحطوا لها لايكات كتير على الفيديو ده علشان اخليها تعمل لكم اكلات كتيرة كمان. يعني عايزة اقول لكم انها نفسها حلو جدا في اكلات كتيرة ومش معروفة. شجعوها وانا هوريها الفيديو ده ان شاء الله لما يرتفع. واسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.